للأسف في موضوع في منتهى الخطورة. أنا كنت عايزة أتكلم معاكم فيه من فترة، ولكن أنا كنت مستنية كأس أفريقيا يعدي عشان الناس تبقى منتبهة ومركزة في حجم الخطر اللي داخل علينا، لأن ده موضوع ما ينفعش نتشتت عنه بأي شكل ولا نتعامل معاه إلا بمنتهى الجدية والحذر والحيطة. تمام؟ الموضوع ده بيمس مستقبل بلدنا، ومش الجيل اللي موجود بس، الجيل ده بأولادنا بأحفادنا بأجيال قادمة. الولا أنس حبيب الشهير ببرقوقة عمل استمارة استفتاء على عزل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللأسف الأرقام مفزعة بشكل لن تتخيله. حجم المشاركين مش طبيعي، ورغم إنهم أعلنوا إن الاستمارة دي والاستفتاء ده تم وقفه وحجبه في مصر، إلا إن الأرقام في تزايد وارتفاع بشكل مخيف جدا. دلوقتي بيقول لك إن هم وصلوا ل 300,000 في 3 أيام. 3 أيام العالم كله مشارك معانا في الاستفتاء، فوصلوا هم ل 300,000 من 7 مليار. احنا ممكن بعد اذنك نعرف الجنسيات اللي مشاركه في الاستفتاء؟ بعدين بيقول لك دلوقتي هو بيحضر لثوره لجنزي. جنزي مش فاضيين يا حبيبي، جنزي عندهم امتحانات ميد ترم وبيتفرجوا على مسلسل ميد ترم. يا بابا احنا دلوقتي محتارين بنموت دماغنا وبمشلوله. هي نعومي ولا تيا؟ ويا ترى مين اللي بيساعدهم، يزن ولا يونس؟ احنا مش عارفين دلوقتي، فاحنا مش فاضيين. فارجوك حاول تشوف ميعاد اخر لقيام الثوره. يعني انت ممكن تستنى لما مسلسل بطل العالم يخلص، هو هيبتدي يتذاع. احنا نستنى بطل العالم يخلص؟ لا، هنكون دخلنا على رمضان وده سباق جامد في الدراما. طب بص، استنى علينا بعد رمضان حتى الجو يبقى حلو كده ونلطف ونعطف كده ونبقى داخلين على شم النسيم. اجازه شم النسيم حلو، رحلها الاجازه شم النسيم، بتبقى حلوه الاجازه دي، ومع ستة 2 حلوه الاجازه دي. ما بتتعلموش يا ولاد اللذينه، ما بتتعلموش. اللطيف في الموضوع ان هم ينطبق حرفيا عليهم مقوله ما تخافش من الهبله، اخاف من خلفتها. بس دول بقى مش الهبله ولا خلفتها، انت خاف من اللهبل اللي مصدق الهبله وخلفتها. ممكن تصحونا لما توصلوا مليون؟ يعني ممكن تصحونا لما يوصلوا مليون بعد اذنكم. يلا عليكم وعلى اللي جاتكم البلاوي. مساء العسل، الخميس وصل يا ولاد.